حاجه حلوه جدا 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 ليك لو بتفكر تعمل بيزنس انك تشتغل في شركه صغيره، لانك هتتعلم كل حاجه. لو اشتغلت في شركه صغيره هتبقى قريب من بتوع الفاينانس، هتبقى قريب من الناس التوب مانجمنت، هتبقى بتشوف كل حاجه بتحصل قدام عينيك. ده لو ما كنتش انفولفد فيها. هتبقى قريب من الاتش ار، من الماركتنج، من بتوع السيلز، هتبقى قريب من كل حاجه. فلما بقى عندك بقى تطلعات في حياتك ان انت تعمل بيزنس، فهتلاقي نفسك اكسكيوز ماي لانجوج حكيت في الاتش ار، رحت مع السيلز شويه، بقيت لك علاقه بالماركتنج تيم شويه. فلما تروح تعمل الكلام ده لاول مره في شركتك بقى هتلاقي ده فلان عمل الحاجه دي في الحته الفلانيه وفرقعت في وشه، فما تعملهاش تاني. لكن لو انت في شركه كبيره ومؤسسه كبيره قوي، انت هتكون بعيد جدا عن الناس دي. مش هتشوف بتاع الماركتنج بيعمل ايه، مش هتشوف بتاع السيلز ايه اللي بيفرقع في وشه، مش هتشوف ايه المشاكل بتاعت الحسابات عشان تتخطاها المره الجايه، مش هتشوف الحاجات دي خالص، لانك هتكون ترس صغير قوي في مكنه لامبرجيني. فاحسن ما تكون ترس صغير قوي في مكنه لامبرجيني وانت عايز تعمل البيزنس، جميل انك يكون عندك الاكسبيرينس دي عشان ما حدش يطلع يقول لي لا انا اروح اشتغل في اللامبرجيني. بس انت احلى واحلى واحلى لما يكون عندك الاكسبيرينس بتاعت الورشه الصغيره عشان تافويد كل الاخطاء في الورشه بتاعتك. سلام عليكم.